بعد طول انتظار وشائعات كتير، يا ترى امام جاي الاهلي، امام لا مش رايح الاهلي. النهارده الاهلي بيحسمها، امام عاشور اهلاوي لمده 5 سنوات. الصفقه اللي عليها جدل كبير بين جماهير الكره المصريه كلها. جمهور الزمالك زعلان من امام عاشور وشايف انه ما كانش ينفع انه بعد ما يلعب في الزمالك يروح يلعب في الاهلي. جزء كبير من جماهير الاهلي مش عايزين امام عاشور وطلعوا فعلا هتفوا، وده بسبب التصريحات اللي كان قالها اللاعب والهتافات اللي كانت ضد النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي، وشايفين انه ما دام احنا قدرنا نخلي امام عاشور يرجع تاني خلاص بقى نرجع حسام عاشور ونرجع كمان رمضان صبحي. اما الجزء التاني شايف انه لا، اللاعب اخطأ وبعدين طلع واعتذر كمان قبل ما يجي النادي الاهلي، ومش هنفضل نحاسب كل لاعب على كل تصرف بيعمله. وجزء تاني مش فارق معاه ولا ده ولا ده، هو بيفرق معاه بس هل امام عاشور هيكون اضافه فنيه للاهلي ولا لا؟ واكتبوا لي كده رايكم، هل انتوا مع الجماهير اللي شايفه انه امام صفقه مهمه جدا ومبسوطين انه جه الاهلي، ولا الناس اللي شايفه انه لا احنا ما كناش محتاجين امام عاشور وما كناش عاوزينه في النادي الاهلي؟ ومع كل الضجه اللي حاصله على اللاعب ده، هل هو بقى هيكون مفيد فنيا للنادي الاهلي ولخطه كولر؟ والاجابه بكل تاكيد هي هو اكيد هيكون مفيد فنيا لكولر وللخطه كمان اللي بيلعبها كولر، لان كولر لو تفتكروا هو بدأ خطته كان بيلعب ب4-2-3-1 وبيلعب بصانع لعب و2 بس في خط النص، وبعد كده اتغيرت يمكن لعدم قناعاته بقفشه او برونو، وابتدى يلعب بثلاثي في خط الوسط، وابتدى يدي كمان لحمدي فتحي ادوار هجوميه عمرنا ما كناش شفناها من حمدي فتحي. ومن وقتها والاهلي ماشي على التراك السليم، سواء في الزياده الهجوميه اللي بيعملها حمدي فتحي او شفناها دلوقتي بيعملها ديانج، او التغطيه الدفاعيه اللي بيعملها بشكل رائع جدا ثلاثي خط الوسط ديانج حمدي فتحي مروان عطيه، او الثلاثيه كمان قبل الاصابه، واللي قدرت تخلي الاهلي افضل دفاع وكمان افضل هجوم. وهنا يجي بقى السؤال، ليه امام عاشور هيكون مفيد لكولر؟ اول سلاح عند امام عاشور مش موجود في اي حد من ثلاثي خط الوسط هو سلاح التسديدات. بيسجل من جوه ال 18 او من بره ال 18 وبيسدد بدقه عاليه جدا. تاني سلاح عنده هو التحرك من غير كرة، وهو ده اكتر حاجه بتعجب كولر، لاعب يقدر يفتح لك مساحات كبيره جدا ويقدر يبقى عنده التحول من ان هو مركز 8 لان هو يكمل كجناح، وده لانه لعبها قبل كده، لانه امام قبل ما يجي الزمالك كان بيلعب جناح وبعد كده تحول في خط الوسط وتألق شديد جدا. هو بيلعب كمان جناح ايمن وجناح ايسر في مركز 8، وكمان شفناه بيلعب باك يمين، فدي تالت ميزه هتبقى عنده ان هو لاعب جوكر ممكن يقدر يساعدك في اكتر من مركز. واعتقد مع مدرب زي كولر انت ممكن تشوف انفجار كبير للموهبه بتاعه امام وتطور كمان اكبر مع كولر. ورابع ميزه عند امام عاشور هو قدرته البدنيه، سواء في الالتحامات الدفاعيه او في الضغط او في التحول كمان، وسرعه التحول من الدفاع للهجوم. شفنا اوقات بيبقى قاطع من اول خط النص لحد 18 بتاعه الفريق الخصم. خامس سلاح عند امام عاشور هو ان عنده ال1 تو 1 عنده مميزه جدا، وبيقدر يعدي 1 على 1، وبيقدر كمان يصنع لك فرص وثرو بوست توصلك على طول للجول. والحقيقه ان امام عاشور تطور بشكل كبير جدا في السنتين اللي فاتوا، وزياده على كل ده هو عنده الخبرات الدوليه، هو لاعب دولي، لاعب لمنتخب مصر، سواء لاعب للمنتخب الاولمبي او منتخب مصر الاساسي، وكل دي مميزات خلت كولر يفكر ان امام عاشور هو انسب حل هو هيكون محتاجه لخط النص. كل دي طبعا مميزات لامام عاشور. اما بالنسبه لي واللي مقلقني من الصفقه دي هي شخصيه امام عاشور. انا الصراحه كنت اشوف ان امام عاشور لما خرج من الزمالك كنت حابه انه يكمل في الاحتراف الخارجي، ولكن يمكن امام عاشور ما قدرش ان هو يتاقلم مع تجربه ميتلاند. واكبر تحدي هو امام عاشور يا ترى هيقدر يدي لكولر كل المواصفات الفنيه اللي هو عايزها، وشخصيه امام عاشور هتقدر تكمل مع الاهلي؟ ده هو التحدي الحقيقي اللي عند امام عاشور. يا ترى هيقدر ينجح زي كهربا ويكون عنده عامل مؤثر جدا ويتطور مع كولر، ولا شخصية اللاعب هتفرق؟ انتوا شايفين بقى ان الصفقة دي تستحق كل الضجة اللي عليها، وامام عاشور هينجح فعلا مع الاهلي ولا لا؟